السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معاكم وصفة يحبوها بزاف الصغار، يعني ما كانش الطفل اللي تقولي له اذا تحب كونديا شوكو ولا كونديا فريس ويقول لك ما نحبهمش. راح نديروها فقط في المنزل، وكما راكم تشوفوا درتها بذوقين، ذوق الشوكولا وذوق الفريز. مكونات كامل كاين في منازلكم ان شاء الله، وحتى اذا ما كانش مكون ولا فراح يكون الثمن تاعو رمزي مقارنة بالثمن تاع العلب تاع الكونديا هذوك الصغار. يعني هاد الوصفة تجي كيما الكونديا طبق الأصل، لا زيادة ولا نقصان. والذواقة اللي درتهم يعني هاد الخطرة عطيت لولادي الصغار ذاقوه، قلت لهم اسكو يعني كاين فرق، لاني انا اصلا ما نحبش نشربه. قالوا لي بلي ماما كيما اللي نشريوه من برا كيف كيف. ودوك تشوفوا طريقة شحال سهلة بسيطة وسريعة. وراني درت لكم كذلك وشحال من وصفة من الوصفات يعني اللي نشروهم من برا ونديروهم في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة. انا درت لكم كريم ديسير بذوقين، ذوق الفانيلا والشوكولا، الياغورت اليوناني ولا ياغورت الايكوس كذلك يجي كيف كيف. درت لكم الياغورت تاع القرعه ولا الياغورت السائل بشحال من ذوق، الياغورت اللي يجوا فيه الفواكه ولا هذاك المعجون اللي يجي من تحت. الياغورت اللي نحبه بزاف بزاف هو الياغورت بالنخاله، يعني يجي كيف كيف كيما المشري، وياغورت سائل فيه هذوك القراعي الصغار. وكاين وصفات واحده اخرين يعني ما قدرتش نحطهم لكم، حطيت الصور فقط، وراح نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. راح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. قولوا بسم الله وعلى بركه الله وندخلوا مباشره في المقادير. راح نبداو بالذوق الاول. عندي لتر تاع حليب، عندي 2 مغارف تاع السكر، 2 مغارف تاع كاكاو يكون نوعيه ممتازه، مغرف كبيره تكون بومبي نتاع النشا. هنا عندنا المكون اللي هو الفلون، هاولي كناخذ بذوق الشوكولا. بالنسبه لهاد العلبه فيها تقريبا 50 حتى 56 غرام. انا راح ناخذ نصف العلبه فقط، معناتها حوالي 25 غرام من البودره تاع الفلون. وعندي 4 حتى 6 قطع تاع الشوكولا. استخدموا شوكولا نوار اذا كانت عندكم، تمد لكم ذوق بزاف هايل. اذا ما كانش تقدروا تاخذوا ملعقه كبيره تاع شوكولا خاصه بالطلي وديروها مع بقيه المكونات. المهم حاولوا الكاكاو تاعكم والشوكولا اللي تضيفوها يكونوا نوعيه مليحه، كل ما كانوا ملاح كل ما راح تخرج لكم هذه الكونديا شوكو الذوق تاعها شباب. خديت نجرة وفرغت فيها هذيك الليتره تاع الحليب، راح ندير فيها الكاكاو والنشا بعد ما نغربلهم، ودرت لها كذلك الكميه تاع السكر اللي هي 2 مغارف كبار. هاد الشوكولا نضيفوها في الاخير. وهنا راح نضيف نص باكي تاع الياغورت بالغرامات تقريبا من 25 حتى 30 غرام. اذا درتوا العلبه كامله تاع الفلون هذيك اللي فيها 56 غرام ضروري ديروا 2 لتر تاع الحليب. يعني الوصفه اسهل منها ما كاش. هاكو شفتوا درنا كامل هذوك المكونات على هذاك الحليب وحطيته فوق النار على نار هادئه، وبعد ما يصلكم الى درجه الغليان يبدا يتقال شويه ضفت له هذوك القطع تاع الشوكولا وطفيت النار وبديت نحرك 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 حتى ندابت لي الكميه تاع الشوكولا. هنا مباشره نروح نفرغوا هذا الخليط في ريسيبيون. هاوليك هنا ضروري نخلوه يعني حتى يخرج له كامل هذا البخار. بعد ما يخرج له البخار نغطيه مليح مليح ونحطوه في الثلاجه، يعني في الثلاجه اذا كان عندكم الوقت، والا انا درته في المجمد هكذا يعني باش نكمل الفيديو بالخف. انا راح نحطه يبرد ونروحوا للمكونات ولا الذوق الثاني تاع كونديا فريس. عندنا كذلك لتر تاع الحليب، مغرف كبيره تاع النشا ولا المايزينا ولا الطحين، الذره، 2 مغارف كبار تاع السكر. عندنا نص علبه من الفلون بذوق الفراز، هاي اللي كاين راح ندير نص تاعها فقط. واللي يحب يعني يعزز النكهه تاع الفراز كتر وكتر راح نديرو مستخلص الفراز، يعني حوالي ملعقه صغيره او لا. خديت كذلك كسرونه راح نفرغ فيها هذيك الليتره تاع الحليب. يعني هنا تقدروا تستخدموا اي نوعيه تاع حليب تكون متواجده عندكم في المنزل. درت الكميه تاع السكر وفرغت نص كيس نتاع الفلون بذوق الفراز، يعني هنا كنت نحيت له مغرفه حتى مغرفه ونص وفرغت هذيك الكميه كامل. هاني قلتها لكم بالغرامات. كذلك راح نديروا الكميه تاع النشا وحاولوا تغربلوها. انا الصفيه كنت درت فيها الكاكاو ولهذا يعني درت النشا مباشره، يعني كل ما تغربلوه هو والكاكاو كل ما راح يسهل لكم الخدمه. راح ندوبوا كامل هاد المكونات بارد في بارد ومباشره نحطوهم على نار متوسطه. وين يبدا يتقال لكم هذا المزيج تنقصوا للنار وتزيدوا تخلوه يعني دقيقه ولا زوج، ضروري نخلوه بعد الغليان هذيك المده هكذا باش تطيب لنا هذيك الكميه تاع النشا ونتخلصوا من الرائحه ديالها. كذلك نفس الطريقه راح نفرغوها في ريسيبيون. شوفوا هنا الخليط يعني ثقيل لكن ماهوش ثقيل بزاف. هاي ليك مباشره بعد ما يخرج لها كامل هذا البخار راح نغطيها بابي فيلم ونحطها في الثلاجة ونخليها حتى تتماسك. هاي ليك هذا هو الذوق تاع الفراز. انا تقريبا خليته في المجمد واحد النص ساعه، يعني اذا خليته في الثلاجه وما كنتوش زربانين راح يبقى لكم تقريبا واحد السويعه. وتحكموا البغا ميكسور وخلطوا، لكن ملاحظه اذا استخدمتوا البغا ميكسور ما تبالغوش في الخلط هكذا باش يعني هذا الخليط ما يتعمر لكمش بالفقاعات تاع الهواء.
ونفس الطريقه راح نديروها مع هذا الخليط نتاع كونديا شوكو. حاولوا ديروا نفس المقادير، ديروا نص باكي تاع الفلون فقط، يعني ما ديروش الباكي كومبلي. الباكي كومبلي ديروه في 2 لتر تاع الحليب. ديروا مغرف كبيره تاع النشا، يعني ما ديروهاش ممسوحه، ديروها شويه بومبي. وحاولوا ديروا الكاكاو هذيك شويه تاع الشوكولا نوعيه تكون مليحه، وتقدروا تستغناو كامل على هذوك القطع تاع الشوكولا، يعني بالكاكاو تكفي. لكن احنا توجور هنا نخدموا على الذوق، وكل ما درنا لوليداتنا حاجه بنينه وكل ما كان خير وخير. انا عندي هاد القارورات الفرديه هكذا باش يكون التقديم شباب، وكل ما كانوا يعني هذوك القراعي شفافين وبان اللون نتاع هذيك الكونديا اللي راهي لداخل، كل ما راح يعطي الدراري خير وخير. هاد القراعي يتباعوا عند بائع الحلويات ولا بائع مستلزمات الحلويات، يعني راهم متوفرين وبشحال من شكل. هذه هي الكونديا تاع شوكو، شوفوا شحال جات شابه، القوام يعني بزاف هايل. هاي ليك كذلك راح نعمرهم في القراعي، وراح تحصلوا على كونديا شوكو مثل التي تباع في المحلات تماما. هاي ليك انا حنكمل نعمر كامل القراعي ديالي، راح ندير لكم كميه مليحه، يعني درت لي هاد القراعي وبقى لي شويه في ريسيبيون. وصفه اقتصاديه وراح توفري بها شويه في المصروف، خصوصا اللي يشرو كل يوم كونديا لولادهم ولا يعني يشروها لهم دائما في اللمجه. يعني اذا حسبتي هذاك المصروف شحال تخرجي في الشهر راح تلقى يعني انصوم لاباس بها. المهم هذه هي النتيجه النهائيه، وكل يعني ما بردوا كل ما راح يمدوا لكم نتيجه افضل. هذه هي دوك نسيي نسربيهم لكم في كؤوس هكذا باش تشوفوا القوام خير وخير. ومش بالضروره يكونوا عندكم هاد القراعي، ولا يعني تقدروا تسربيوهم كتحليه في الكؤوس عادي. بالنسبه لهذه الوصفه بالضبط لو كان ديروا مثلا كميه النشا بزياده ولا تزيدوا الكميه تاع الفلو، مثلا ديروا علبه كامله، راح تخرجوا في الوصفه تاع الياورت السائل بدون تخمير. الياورت المنزلي العادي اللي نخدموه في الدار نديروا له فقط علبه تاع ياورت باش نخمروه ونخلوه 6 ساعات حتى 12 ساعه في مكان يكون سخون هكذا باش يعني يتجمد لنا هذاك الياورت. اما هذه الوصفه بالضبط قلت لكم اذا زدتوا في الكميه تاع الفلو ولا الكميه تاع النشا طيحوا يا اما في وصفه الياورت السائل اذا خلطوه يعني مليح مليح، يا اما وصفه تاع الياورت يعني يكون جامد وتاكلوه بالملعقه فقط، يكون ياورت بدون التخمير. هنا كذلك هذا القوام تاع كونديا شوكو يعني جات بزاف بزاف بنينه، رغم انني يعني ما نحبش كامل نشربها. المهم هذو هما الوصفات ديالي، انا راح نديرهم في هاد العلبه ونحطهم في الثلاجه، وين يجوا وليداتي من المدرسه ولا يحبوا يعني يشربوا حاجه فيها الحليب ولا راح نعطي لهم منها. وصلنا لنهايه الوصفه. اذا عندكم اي وصفات من هاد الوصفات يعني اللي نشروهم من برا تحبوا ديروهم في الدار فقولوا لي في التعليقات راح نديرهم لكم وبكل سرور. وفي الاخير مقال لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.